كامافينجا يرفض الانصياع لرغبة ريال مدريد وينتظر رد مورينيو. يرفض الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد الاستسلام ويسعى للقتال من أجل إقناع المدرب جوزيه مورينيو بقدراته، رغم أنه يتواجد ضمن قائمة غير المرغوب فيهم داخل قلعة سانتياغو برنابيو. في صيف عام 2026 كان إدواردو كامافينجا يتخيل الأمور بشكل مختلف. في أحلامه كان يرى نفسه يفوز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، لكن لاعب الوسط الذي شهد وصول ديوك إلى نصف نهائي البطولة لم يكتب له الاحتفال، حيث لم يستدعيه ديدي ديشام في 14 مايو آيار الماضي، رغم أنه كان يحظى بدعم المدرب السابق للمنتخب الفرنسي في كثير من الأحيان. كانت هذه ضربة قاسية لكامافينجا الذي عانى موسما صعبا للغاية مع ريال مدريد، فإلى جانب الإصابات تعرض أداؤه ومستوى لعبه لانتقادات متكررة. نتيجة لذلك أفادت الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التخلي عن خدماته هذا الصيف، ويرتبط اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما بعقد مع النادي الملكي حتى عام 2029، وهو ليس ضمن خطط الإدارة الرياضية في الموسم الجديد. ومع ذلك فإن كامافينجا مصمم على الكفاح وعدم الاستسلام، كما أوضحت صحيفة ماركا اليوم الخميس، وبعد حصوله على قسط من الراحة وإتمامه دورة تدريبية مكثفة لمدة 4 أيام في كلية هارفارد للأعمال في مجال الترفيه والإعلام والرياضة، عاد إلى التدريبات بكامل طاقته. ومع انطلاق التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، يصر كامافينجا على إقناع جوزيه مورينيو وناديه بأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه داخل الملعب وخارجه. يدرك كامافينجا تماما وضعه وأن الكثير على المحك في هذه الفترة التحضيرية، حيث سيقدم ضمانات للمدرب الذي يرغب في تكوين رأي قبل اتخاذ القرار النهائي حتى وإن لم يكن مقتنعا تماما في البداية. كما يرغب المدرب في أن يضم ناديه لاعب وسط، ولا يبدو أن رودري نجم مانشستر سيتي يناسب متطلباته، وكذلك كامافينجا الذي يرغب ريال مدريد في بيعه مقابل 50 مليون يورو. لكن مورينو سيمنحه فرصة في الأيام المقبلة، ويسعى اللاعب الفرنسي لاستغلالها بإظهار قدراته غدا الجمعة في المباراة الودية ضد الكورون، وينتظر بعدها رأي المدرب البرتغالي. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا لا يريد الرحيل ولا يستمع إلى الأندية المهتمة بخدماته مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ويرفض جميع العروض التي تصل إليه.